لو ده شكل رجلك تعالي اقولك ايه الحل. انا دكتور احمد فكيس، استشاري جراحة القدم والكاحل، وده برنامجكم كلام في العظم. تخيلي ان صباع رجلك الكبير ده زي دفة السفينة، هو اللي بيوجه مشيتك وبيديلك الثبات وانت بتزقي الارض. اللي بيحصل في الهالوكس فالجس ان الدفة دي بدل ما بتخليني ماشي في خط مستقيم، بيبدأ الصباع يحدف لجوه اتجاه الصوابع التانية، ونتيجة الحدفة دي العظمة اللي في قاعدة الصباع دي بتبرز لبره وبتعمل الكلكوعة اللي بنسميها البانيو، وكأن مفصل الصباع اتخلع من مكانه الطبيعي. الوجع هنا نوعين: وجع خارجي نتيجة احتكاك الجزء البارز مع الجزمة، وده بيخلي الجلد يلتهب ويتخن والمريض بيحس كأن رجله محشورة في كماشة. ووجع تاني داخلي، المفصل نفسه بيبدأ يتعب من التحميل الغلط، وساعات بيوصل لمرحلة خشونة مبكرة تخلي حركة الصباع نفسه مؤلمة جدا. طيب ايه السبب؟ احيانا بيكون نتيجة عوامل وراثية، المريض بيبقى وارث ضعف الاربطة وبيخلي الصباع يميل بسهولة، واحيان تانية بيكون السبب خناقة بين جيناتك وجزمتك. الموضة في احيان كتير بتكون ضد الطبيعة. الجزمة دي شيك جدا بس ضيقة، والشياكة دي ممكن تدفعي ثمنها غالي جدا من صحة رجلك. الجزم الضيقة جدا من قدام او الكعب العالي بيفضلوا يزقوا الصباع سنين لحد ما يثبت على الوضع الغلط ده. طيب ايه الحل؟ في البداية لو الموضوع بسيط بننصح ببعض مباعدات الصباع وجزم واسعة عشان نوقف التدهور. طيب هل للجراحة دور؟ دايما بقول للمريض احنا مش بنعمل العملية للأشعة، احنا بنعمل العملية ليك انت. يعني لو شكل الصباع في انحراف بس مش مسبب لك اي ألم او مشكلة، او مش مسبب لك اي ألم او مشكلة في الحركة، يبقى بنتابع بس. لكن في 4 عوامل لو شفتهم يبقى الجراحة غالبا هتكون الحل الامثل. العامل رقم 1 ان يبقى في وجع ما بينيمناش. يعني لو الوجع ده رفيقك اليومي، ما بقتش قادر تمشي مسافات ولو حتى قصيرة، وحتى المسكنات والراحة ما بقتش بتجيب النتيجة اللي محتاجها، هنا الوجع بيقولك ان المفصل بيستغيث. العامل التاني تشوه الصوابع التانية، لما الصباع الكبير يحدف لدرجة انه يبدأ يركب فوق الصباع اللي جنبه او يزقه لبره، ما يسمى بالهامرتوز. هنا التدخل بيبقى ضروري عشان ما نضطرش نصلح القدم كلها بدل ما نصلح صباع واحد. سبب اخر هو تيبس المفصل. يعني لو بدأت تحس ان صباعك الكبير ما بيقدرش يتني او يتفرد بسهولة، وده مأثر على زقة رجلك وانت ماشي، فالتيبس ده معناه ان في خشونة بدأت تتكون ولازم نلحقها. العامل اللي بعد كده ان احنا نقول والله احنا فشلنا في الحلول التحفظية، يعني جربنا نغير الجزمة ونستعمل المباعدات، عملنا جلسات علاج طبيعي ولسه مفيش تحسن، يبقى كده استنفذنا كل الحلول التحفظية والجراحة بقت هي الطريق الوحيد لاستعادة حياتك الطبيعية. لا سيما ان احنا ما بنعملش الجراحة التقليدية الصعبة بتاعت زمان، احنا بنستخدم تقنيات حديثة بتضمن لنا انه من خلال فتحات صغيرة ما يسمى بالمينيمالي انفيزيف عشان نحافظ على الانسجة ونقلل الوجع بعد العملية. بنستعمل تثبيت متطور بيسمح للرجل بالتحميل في وقت قياسي، دقة متناهية بنحسب بيها زوايا العظم بالملي عشان نضمن ان الانحراف ما يرجعش باذن الله مرة تانية. لكن اهم قاعدة هي ان القرار الصحيح قبل المشرط. دمتم في عافية من الله وفضل، وكلامنا كله كان كلام في العظم.